يفيدنا جامع يا جامع يا الله. هو الجامع رجعنا غير اللي ورا. ايه فعمي سوي لنا ملهن شرب عرق. يعني هسه انت تقعد يم الشيخ مال الجامع وقال لك تقعد بالخطبه وقال لك عمر كسر ضلع فاطمه الزهراء وشنا حقد على السنه، وتقعد يم السنه الشيخ مال الجامع مال السنه وقال علي بن ابي طالب والشيعه مسوينا نبي والشيعه مسوينا الله. ما يعبدون الله الشيعه، يقولون يابا يعبدون علي بن ابي طالب. وذاك شال حقد طن وربع عليه. يا اخي احنا شو وقت انت راضى، بس من نشرب عرق ونتونس نروح نقعد يمهم ونسولف يمهم ونضحك وياهم. اي والله عمي عوفوا هاي السالفه والله يعني. سالفه عمي الجامع ما يفيدنا. هسه روح للجوامع تلقى 5000 جامع، لكن روح المستشفى بالكاظميه تلقى جهاز رنين اذا ما تحجز على حسابك ب 300,000 دينار. والله الفقير يعني. منين يجيب؟ والله صحيح. منين يجيب يا اخي الفقير؟ فبالنسبه لنا عمي الجامع ما يفيدنا، هي الجامعه تطيح حظنا. الجوامع انعلت والد والدين. هسه سووا منتزهات، اشربوا عرق، هاي وصيه خذوها من عندي. تونسوا، صدق كون على ثقه، نصير بخير ونصير بامان والله يرضى علينا حتى من فوق الله. زين اكو عداله يعني اردس يعني انا علي العيده اطب للجنه وعلي بن ابي طالب طاب للجنه، اذن ماكو عداله عند الله سبحانه وتعالى. منو هذا اللي يطب الجنه اللي عبد بقد علي بن ابي طالب؟ ماكو. عمي علي بن ابي طالب من انضرب قال فزت ورب الكعبه، واني لاني رايح ويا علي بن ابي طالب طاب للجنه وعلي بن ابي طالب طاب للجنه. بيا دين هذا، بيا حق، بيا شريع، بيا مشروع. فعمي بالنسبه للجنه بس اهل البيت بيها واحنا بجهنم. الله وكيلكم محمد كفيل. هسه احنا شنو المطلوب؟ احنا المطلوب عندنا هاي هالصحراء الحلوه المفروض من عندنا ونتكاتف وكل واحد يجمع له 500,000 600,000 دينار وننطيهن ونبدا لنا فرد ملها. وهيك وقت انت تحط الثلج يمك وتحط الماعون مال الجاجيك او التذكار وروح للرمادي اذا هم ذبحوك انا معتب لك. وهم هم خلي يسمعون صوتي من عبر التليفون، خلهم هيك يسوون. ولا تمشون بدار الدين، عوف الدين اترجاكم عوف الدين. خلينا نعيش عمي، خلينا نتونس مثل هاي العالم، مثل هاي العالم. ذولاك الهند هذا يعبد الهايشه وهذا بصفه يعبد الله سبحانه وتعالى، هذا يعبد الهايشه وهذا يذبح الهايشه ضحيه لابو المسلم. شو ما تذابحوا؟ والله شو ما قال له عم انت ذبحت الله الرب مالي؟ شو ما قال له ذبحت الرب مالي؟ من خرب الرب مالكم. اصحوا اصحوا ولد الكلب ولد الحرام. اي هالذبح عليش هذا الله سبحانه وتعالى مسوي البشر 9 اشهر بطيز ابوه او 9 اشهر ببطن امه، او تجي انت ذبحته بيا دين بيا شريع. الله يرضى بهالعمل هذا؟ لا عمي الله ما يرضى. فاللي اطلبه من عندكم واترجاها من عندكم لا تظلون تسمعون قال السيد الفلاني وقال العرعور وقال شو يسمونه هذا سعيد اللافي. تونسوا عمي، اشربوا عرق، دوروا كعاب. هذا الدين الحقيقي، هذا الله سبحانه وتعالى صدق ما يرضى عليها. لكن خلنا نروح الجهنم في سبيل اطفالنا في سبيل ما واحد يذبح واحد. وملك الله يرحمنا عود الله يرحمه هناك نتوسل به ونشوف وهي كلها 10 سنين 20 سنه عند الله احنا بجهنم. ملك الله يرحمنا برحمته. والله على وحدك صحيح. بس يا من اللي سمعه؟ ليش يا اخي يعني ما عجيبه يعني اهرد اتعجب انا. هذا جاي يذبح بشر وعنده جهاد وعنده ام الثاني وعنده ابي ثاني وعنده اخوه الثاني وعنده الله سبحانه وتعالى يريد يجيب رزق لعائلته. اي انت تلقاه بالدرب تذبحه بالرمادي. اي علي شو مسوي لك؟ اي كلب ابن الكلب. هذا دين هذا عباده. اي دينك ونعالي والله. فعمي كافي. اصحوا 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 والله. عليكم عمر وعليكم علي بن ابي طالب. وفي امان الله واشكركم جزيل الشكر. والله